زلازل وكوارث طبيعية تهدد البشرية في الساعات الماضية. زلزالين قويين ضرب فنزويلا، أحدهما 7.1 والثاني 7.5، أدى إلى مشاهد من الدمار في العاصمة كاراكاس وكذلك الولايات القريبة. أعلنت الرئيسة وصول الضحايا إلى 164 وفاة وأكثر من 970 إصابة. بعيدا في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية، باليابان عرفت زلزال بقوة 6.9 درجات على سلم ريختر، ورفعتها بعض الجهات إلى 7.1، إضافة إلى حرارة مفرطة ضربت أوروبا على رأسها فرنسا، أدت إلى وفيات قبل يومين 40 وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة. إسبانيا تعلن على 212 وفاة بحوادث مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة. فعلا هذه الأرقام تطرح الكثير من التساؤلات على مدى خطورة التي أصبحت تهدد البشرية والكرة الأرضية بسلوك الإنسان أكثر حتى من الصراعات والحروب.